يحاول تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على مدينة كوباني منذ أكثر من شهرين في هجوم تسبب في نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الكرد عبر الحدود إلى تركيا، وأدى إلى هجمات متكررة من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، حيث استولى التنظيم المتشدد على مساحات كبيرة من العراق وسوريا. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن المقاتلين الكرد سيطروا على 6 مباني تقع في منطقة استراتيجية في شمال البلدة بالقرب من ساحة توجد بها المباني الرئيسية للبلدية. واستولى الكرد على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، من بينها قواذف RPG وأسلحة خفيفة وأسلحة قناصة وآلاف الطلقات النارية المخصصة للرشاشات الثقيلة. كذلك نفذت طائرات التحالف الدولي 4 ضربات استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة المربع الحكومي الأمني ومحيطها بمدينة كوباني. وقال عبد الرحمن إن الاشتباكات أدت إلى مقتل حوالي 13 مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية، من بينها 2 من القادة، حيث تمكنت وحدات الحماية من سحب 3 جثث منهم. ويبدو أن القوات الكردية حققت مكاسب أخرى في القتال على مدى الأيام القليلة الماضية. ففي الأسبوع الماضي سدت القوات الكردية طريقا تستخدمه الدولة الإسلامية لتزويد قواتها بالمؤن، في أول إنجاز كبير في مواجهة مقاتلي التنظيم بعد اشتباكات على مدى أسابيع. وقال إدريس نعسان المسؤول في مقاطعة كوباني: خلال الأيام القليلة الماضية حققنا تقدما كبيرا في الشرق والجنوب الشرقي، لكن يبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية ما زال يسيطر على جزء كبير من البلدة. وقدر عبد الرحمن أن التنظيم يسيطر على أكثر من 50% من كوباني. وفي هذا الصدد قال موقع جلوبال ريسيرش البحثي أن رحى الحرب تدور الآن من أجل السيطرة على كردستان الغربية والمناطق الشمالية من سوريا، متضمنة 3 مناطق كردية هناك. ويضيف الموقع إنه على الرغم من ابتعاد الجيش السوري عن منطقة كوباني، إلا أن الولايات المتحدة وحلفائها في تركيا يعرضون الأهداف الحقيقية الخاصة بهم في كوباني. ويشير الموقع الكندي أنه مع حلول الوقت ومحاصرة داعش الكرد في كوباني، كان واضحا أن قوات التحالف الأمريكية وهمية، فهم يستخدمون التنظيم لإعادة رسم الخرائط الاستراتيجية العرقية والطائفية في سوريا والعراق، حيث بذلك سيتم إجبار الكرد السوريين على التوجه شرقا إلى كردستان العراق والاستسلام للسيطرة التركية. ويرى الموقع أن أدلة الولايات المتحدة أصبحت واضحة، وبدأت في الإصرار على المزيد من الخطوات الغير قانونية التي تتخذها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، وطالبت بدخول جنود أتراك إلى كوباني وشمال سوريا. ولكن أردوغان رفض هذه الخطوة، ولكنه أنشأ منطقة حظر جوي فوق سوريا. سارة الناصر، راديو دنجي زلال.